جماعة ما تسيبكوا بقى من السينمون رولز وتعالوا تشوفوا الجديد عند مامتي شيماء البهي اللي اخترعت لكم تشيزمن رولز. انا عايز كل البيكريز تاخد منها الوصفة دي وتنفذها. شلال الجبنة ده بقى يا جماعة بجد يومي. طب بص بقى يا سيزيزو، انا عشان اعمل العجينه اللي زي القطن دي بعمل محسن مخبوزات طبيعي. جداتنا في صعيد مصر كانوا بيستخدموه منذ قديم الازل، وده بيكون عباره عن 3 معالق كبار دقيق متدوبين يدوب في نص كوبايه ميه. الميه بتكون بدرجه حراره الغرفه، برفعهم على النار او بحطهم في الميكرويف لحد ما باخد القوام ده، فاقوم ركناهم على جنب، واروح مدوبه معلقه سكر صغيره في ربع كوبايه ميه دافيه مع معلقه كبيره من الخميره الفوريه. اقلب واسيبها على جنب يدوب 10 دقايق. هبص الاقيها فارت كده، تبقى شغاله وتمام. اروح بقى احطها في بوله او في العجان واضيف لها نص كوبايه لبن رايب، ولو مش عندي لبن رايب هدفي نص كوبايه لبن واضيف لها معلقه خل او عصره ليمون، هتتحول للبن رايب فورا. تلت كوباية زبدة مذابة، بس ما تسخنش على الآخر عشان ما تتحولش لسمنة ولا كمان تبوظ الخميرة. هنضيف كمان محسن الخبز الطبيعي بتاعنا بعد ما بقى دافي كده، وبعدين أضيف بيضتين بدرجة حرارة المطبخ عليهم معلقة خل علشان الزفارة. خلصت خلاص المكونات السايلة، ابتدي بقى أضيف 4 مجات ونص دقيق عليهم معلقة صغيرة من الملح، وابتدي اعجن المكونات دي كلها مع بعض لحد ما اخد عجينه لينه زي دي. هاخد العجينه وارش تحتها قيمه معلقه دقيق كده، واقعد الت واعجن فيها وازود معلقه بمعلقه من الدقيق لحد ما تنعم خالص وتسيب ايدي. انا نوع الدقيق بتاعي ده خد مني 4-5 معالق كبار دقيق لحد ما العجينه نعمت وسابت ايدي بالشكل ده. ونخلي بالنا لازم نخدم العجينة كويس جدا في اللت والعجن عشان تطلع ناعمة وطرية ومخدومة صح. هحط العجينة بتاعتي في بولة وامنع عنها الهواء خالص قيمة ساعة كده لحد ما تتضاعف بالشكل ده. فاقوم واخدها بقى فرداها على سطح مرشوش دقيق خفيف قوي على شكل مستطيل بالشكل ده، وابتدي ارص عليها اي حشوه بحبها. انا استخدمت تركي مدخن وبسطرمه، تقدروا تستخدموا اي نوع كولد كاتس بتحبوه. هبتدي الف العجينه على شكل رول بالمنظر ده، وبعدين اقطعها قطع متساويه بالشكل ده. هرصها في الصواني واسيب العجينه تخمر تاني شويه كمان لحد ما تقلبص كده. وفي الأثناء دي فرني شغال على درجة حرارة 200، بيكون شغال تحت بس، والصواني بتاعتي على الشبكة اللي في النص 20 دقيقة كده يدوب. وبعدين بفتح الشواية لحد ما تاخد اللون الذهبي بالشكل ده كده. بصوا الصواني واخدة لون من تحت زي من فوق ازاي، ولا طراوة العجين حاجة كده زي القطن، عاملة بالظبط زي الفطاير اليابانية. هغطي الصواني بتاعتي بقى واسيبها تهدى شوية على ما احضر شلال الجبنة اللي هيتحط على الوش. وانا هنا بقى عايزة اعرفكم بكل فخر على مصنع جبن مصري بينتج منتجات ألبان بجودة عالمية، وبيصدر لدول كتير قوي برا مصر، وبيورد كمان لمعظم المطاعم الكبيرة، وهو مصنع جولدن تشيز اللي تلقيت منهم دعوة كريمة لزيارتهم والتعرف على منتجاتهم في معرض فود أفريكا، واللي بجد انبهرت بجودة منتجاتهم اللي بتنافس أفخر أنواع الجبن المستوردة. أنا استخدمت في وصفتي النهاردة من منتجاتهم صوص الجبنة التشيدر الأصفر والأحمر، واللي بعمل فيهم حركة أمهاتي أروبة كده بتضاعف كميتهم، وهي إني بفرغ كيلو الجبنة بتاعي ده في حلة واضيف له 1.25 كوب حليب وارفعه على النار مع التقليب المستمر لحد ما الجبنة تدوب وتتجانس مع الحليب كده. خدت منهم حبة صغننين كده وابتديت ان انا اغطي بيهم الفطاير بتاعتي. بصوا دسمتوا الصوص وتقلوا عاملين ازاي بالرغم من اني خففته. باخد الجزء الباقي بقى وابتدي اعبيه في برطمانات عشان من كتر ما طعمه غني ويجنن بستخدمه كبديل للجبنة الكريمي في السندوتشات. وبعمل منه كمان يا جماعة مكرونة ماكن تشيز لا يمكن تقاوموا جمالها، زي اللي بتتقدم في أفخر المطاعم وأحلى كمان بكتير. وده لأنهم بيوردوا أصلا لمعظم المطاعم اللي موجودة في مصر، وعشان كده
يا بخت الناس اللي ساكنة في القاهرة الكبرى والمنصورة، لأنهم يقدروا دلوقتي يطلبوها من خلال اللينكات اللي هسيبها لكم في الكومنتات، عقبال بقى ما يغطوا باقي محافظات مصر. صوص الشيدر الأحمر كمان بخففه زيادة وبحطه في سكويزر زي ده، وبيبقى مثالي في تغطية المخبوزات أو كديبنج للبطاطس والمقليات. ممكن كمان تزودوا للفطاير بتاعتنا دي فلفل ألوان وزيتون، وطبعا حبة البركة اللي بتدي للمعجنات طعم يجنن. بذمتكم بقى قولوا لي مين يكسب، السينامون رولز اللي يجزع النفس ولا التشيزامون رولز اللي يفتح النفس ده؟ هستنى رأيكم في الكومنتات وسوف أنصت بحب. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك، قريت مقولة كده وعجبتني قوي. المقولة دي بتقول: خوفك الزائد على الأشياء من أن تنكسر سيكسرك أنت ويبقيها. واعتبريها رسالتي ليكي النهاردة. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.